بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الليالي في برنامجكم ملك كتابة. إذا أردت التأكد من شفاء الجرح لابد من التخلص من أم القيح، حكمة الأجداد التي يتناساها الأبناء. إبراهيم، اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابه. والحقيقه المهندس عدلي مصمم بقاله حلقتين ثلاثه يفاجئني بحاجات. انا اتفاجئت بام القيح. ايه ده يعني؟ شوف يا أستاذ إبراهيم، أم القيح هي سبب تقيح الجروح. هي التي تؤدي إلى أن يبقى في صديد فيتحول الدم إلى خراج. إذا قعدت تعالج الدم من غير ما تتخلص من أم القيح يتحول إلى خراج يصعب شفاؤه. نحن نعالج مشاكلنا بطريقة سأسأله، لكن أم القيح موجودة. فتفضل دايما تتقيح. عايز أنت تعمل لي دلوقتي مصالحة، عايز تعمل قضاء على التعصب، مش بالمؤتمرات. على فكرة احنا اصحاب مبادرة هنا في هذا الامر، وهنلتزم بكل شروط القضاء على التعصب. اتكلم دلوقتي ولا بعد ما تستطرد؟ هنستطرد. لكنه من المهم ان احنا نحدد لحضراتكم 4 عناوين رئيسية في حلقة مثيرة جدا.